السلام عليكم يا حلوين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. رجعت لكم بفيديو جديد مثل ما شايفين. انا هون طلعنا هيك على السوق، دقت لي بنت عمي ورحنا نطلع عندها، فنزلنا هيك حبينا نتسوق شوي، وطبعا حبيت اخذكم معي مثل كل مره وصور لكم اجواء السوق. طبعا اكيد كل العالم بتحب هاي الاجواء، يعني مو بس انا. طبعا هذا الفيديو راح يكون قصير يعني، فيعني ما حبيت لاني في فيديو تاني بدي اضيفه، فقلت لا اخلي كل فيديو لحال يعني بيكون احسن. يعني عملت لكم بوچة، يعني هي خلية النحل، بوچة بالتركي ما بعرف يعني. المهم رح نزلها بعد هذا الفيديو ان شاء الله، لخلص مونتاج للفيديو ونزل لكم اياها. فانا حبيت خلي هذا فيديو لحال وهديك فيديو لحال لحتى يعني تستفادوا. طبعا هون خلصنا وهلا راجعين على البيت، وانا ما رجعت على البيت يعني رجعت لعند بنت عمي. وهون مثل ما بتشوفوا كانت عم تجهز الطبخة ومجهزت لي التصوير طبعا، فقالت لي تعالي صوري، يعني اهم شي التصوير. هون كانت عملت لنا عجينة، عملت فطاير سبانخ ولحم بعجين. وبالنسبة للعجينة في عالم انه كتير ما بتزبط مع العجينة، فخبروني بالتعليقات اذا بتحبوا اعطيكم سر نجاح العجينة. هاي السبانخ هون كانت حط له فلفلة حمراء وملح وحطت عليه بيضة، وهدوليك الحشوات مثل ما شفتوا يعني. هاي هيك فتحت الرغيف هي على ايدها ودهنته بالسبانخ وجهزته للشوي يعني. وفي معلومة صغيرة بتقولكم اياها بنت عمي، انه الاسمنة اذا بدكم تاخدوا هذا اللون الاخضر وتحافظوا عليه، ما تسلقوه ولا شي، بس تغسلوه وتخلوه هيك مثل ما هو اخضر بيضل اخضر، والحديد فيه بتضل نسبته عالية. طبعا وهي الخطوة كتير كتير مهمة بالنسبة للزبدة، لانه بتعطي كتير طراوة للعجينة يعني. وهي كمان هون حطت بيض وخفقته وحطت عليه ملح كمان، وعملته هيك دهنته على الرغيف كمان وشوته يعني، كمان طلع كتير طيب. طبعا هي العجينة اللي هي عملتها متعددة الاستخدامات، يعني فيكن تستخدموها لكل شي مثل ما شايفين. عن جد طلع ولا أطيب من هيك. وهون في هذا يعني عملته الشكل التاني، حطت جبنة على السبانخ كمان طلع كتير طيب. عن جد يا صبايا لازم تجربوها، ما راح تندموا، كتير عن جد طيبين. وهذا الشكل النهائي مثل ما عم تشوفوا حبايب قلبي. قوموا جربوها، ما عم بمزح معكم، حاج قاعدين تطلبوا جاهز يعني. على فكرة كتير هدول طيبين بالشتا يعني، جنب كاسة شاي ولا أروع من هيك. وبالنسبة لهذا الفيديو الصغير، هذا فيديو هذا كيس الحراري اللي عملت الفروج فيه الفيديو اللي قبله، فأنا نسيت ضيف هذا الفيديو، طلع مو مصور. المهم هذا الفيديو أنا هيك عملته، فحبيت ضيف لكم الفيديو، لأن يعني إنه فعالم ما شافت يعني لا الكيس الحراري ولا كيف حطيتهم بالكيس. فهي هي هيك. تعالوا أورجيكم شو اشتريت هاي. طبعا ما في إلا لزوم، بس اشتريتها. واخدت عسل للبيت كمان، واخدت هدول الكاسات شاي. محبين فصل الخريف وينكم؟ تعالوا نشوفوا هون الأجواء عنا بالبيت كتير 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 حلوة. فهيك حبيت أطول شوي لحتى أصور هذا الفيديو، لحتى هيك يتجمعوا كل الأوراق تحت الشجر ويكون المنظر كتير حلو. عن جد هيك كان المنظر كتير حلو. صورت هذا الفيديو، وانتظرونا بالفيديو اللي بعده. باي.